إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عنوان هذه الحلقة: العقول الإريترية بالخارج وفرص بناء الدولة. هذا العنوان الكبير الذي سنطرحه على ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان في محاور مهمة، من أبرزها: ماذا استفاد الإريتريون بهجرتهم من إريتريا إلى الخارج؟ هل يوجد لدينا عقول علمية ماهرة ممكن أن يستفاد منها مستقبلا؟ وهذه العقول لماذا لم يستفاد منها أو لم يستفد منها؟ وما الأسباب التي منعتها من العودة إلى بلادها وتقديم ما بوسعها من الخير لإخوانها الإريتريين؟ هل الإمكانات الموجودة في داخل إريتريا تدعم هؤلاء النخب من أهل العلم والفضل؟ هل لو تحسنت الأوضاع في داخل إريتريا لإريتريا إمكانات مادية بإمكانها أن تدعم هؤلاء؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. وقبل أن نطرح هذه الأسئلة مشاهدينا الأكارم، لدينا أحد النخب العلمية والدعاة الشرعيين الذين نحسبهم قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا، فضيلة الشيخ فؤاد سعيد جوجوفو، الذي وافته المنية في داخل السجن بالولايات الأمريكية المتحدة، حيث سجن لمدة 2 عام ثم توفي في داخل السجن على قضية اتهم بها نحسبه ظلما وعدوانا. هذا الشيخ كان والده سعيد جوجوفو أحد الدعاة في المملكة العربية السعودية، وهو الذي أسس الجالية الإريترية الدعوية في الرياض بمسمى مكتب الدعوة بأم الحمام. وكل من جاء بعده في هذا المكتب يصب بإذن الله في ميزان حسنات هذا الرجل سعيد جوجوفو. هذا ابنه الذي يظهر في الشاشة، فؤاد سعيد جوجوفو. من واجبنا نحن كإريتريين أن نبرز علماءنا ومشايخنا ودعاتنا وأن نترحم عليهم. وكان الواجب علينا أن نصلي على هذا الشيخ صلاة الغائب، إذ يجوز في الفقه أن تصلي على العظماء وعلى الدعاة وعلى أهل الفضل والخير. فواجب قناة سلام من القنوات الإسلامية الإريترية خاصة وبقية القنوات عامة أن
تبذل قصارى جهدها في مثل هذه الأمور. نستمع إلى المقاطع ثم نستمع إلى سبب سجن الشيخ لمدة عامين، وقد كان داعية في منطقته بإحدى الولايات الأمريكية المتحدة، وكان بارزا وموجها. فإلى المقاطع. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. Allah subhanahu wa ta'ala have tested the mankind through his messenger and the miracles that he have sent to see will they take the haqq or leave it. At that moment, when Allah subhanahu wa ta'ala allowed that miracle to happen, the trip of Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Jerusalem, the surah we read in the Quran, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولاحظتم وهو الآن قد عاد إلى أمريكا مهاجرا من المملكة العربية السعودية، ولو أتيحت له الفرصة للعودة إلى إريتريا لما تردد، ولكن إريتريا لا تزال محتلة بأيدي الصليبيين وبأيدي النصارى المجرمين، وسوف يكون أقصد النصارى المجرمين وليس النصارى المسالمين، ونحن إخوة في الأرض مع المسالمين، أما المحاربين الظالمين فهم أعداؤنا ونحن أعداؤهم. هذا الرجل هاجر إلى أمريكا ولم يخطئه الطريق، فهو يعرف الطريق إلى إريتريا، لكنه لو ذهب إلى إريتريا سيكون مصيره مصير الدعاة. نستمع إلى مقطع آخر. الحمد لله وكفى وصلاة. He wouldn't forget that detail. But when he said بعبده, that means flesh and soul. The Prophet ﷺ was taken to that place physically. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala started Surah Al-Isra by the word Subhan. Because the only time you see Subhan or you say Subhan, it is when there is something inspiring happens. Something incredible, something not ordinary. And you say Subhanallah. Like you're surprised. Even in this dunya nowadays, when you see something out of ordinary, you just say Subhanallah. And he did that. And some people will say like how he went at the same night and he came back. And this is really a fool. دكتور حسن، مرحبا بكم. تعليقكم على هذا الداعي الذي توفي في الولايات الأمريكية المتحدة ولا تزال قضية عالقة لسبب الذي سجن من أجله، ولماذا لم يراعى صحيا حتى مات في داخل السجن متأثرا بذبحة صدرية في صدره رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نترحم على هذا الشيخ الجليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويحسن إليه ويرفع درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله وذويه وأن يلهمهم الصبر وحسن العزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تفضلت، واضح جدا أن الشخصية قامة علمية من القامات العلمية التي أتيحت لها على الأقل فرصة في ديار القربى لتجد نفسها في منبر من منابر الدعوة ومنبر منابر الجمعة يبلغ فيه دعوة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا لو كانت أتيحت له الفرصة لأن يذهب إلى بلاده إريتريا لما تردد. وأنا أعتقد أن كثير من الدعاة وكثير من طلبة العلم خصوصا بعد التحرير، يعني في الفترات الأولى كان هنالك نوع من الحماس الشديد في أن الناس يذهبون إلى بلادهم بعد طول انقطاع ويتصلون بالأهل والأحباب ويقدمون ما لديهم من خبرات، أيا كانت هذه الخبرات، خبرات علمية شرعية أم كانت خبرات علمية أكاديمية، حتى يساهموا في هذا البلد الذي خرج من حرب تحرير طويلة. ولكن للأسف الشديد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقولون، يعني لم تكن الفرصة متاحة لهؤلاء وبالتالي ذهبوا إلى ديار القربى. بالنسبة للحوادث حقيقة في الآونة الأخيرة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، كثير من الدعاة الذين تسمع أنهم والله تم اعتقالهم
إلا وبعد فترة تسمع بأنه حصل تفريط في صحتهم، حصل إهمال في وضعهم الطبي، وقد تكون بعض الأحيان الأمور أحيانا تكون مقصودة للأسف الشديد. فهنالك الكثير، ليست هذه حادثة معزولة عن سياقها، فهنالك حوادث كثيرة جدا. ولكن من خلال على كل ما شاهدت الآن من المقطع فقط في صلاة الجمعة، تلاحظ بأن حديثه عن المسجد الأقصى، حديثه عن الإسراء، حديثه عن واضح أن الرجل كان يعيش هموم أمته، وخصوصا خلال العامين الماضيين. فالحديث عن القدس، والحديث عن غزة، والحديث كذلك عن المسجد الأقصى، كل ذلك للأسف الشديد مما يزعج الصهاينة الذين يتحكمون للأسف الشديد اليوم في أكبر دولة في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وصارت تنظر إليهم بأنهم عبارة عن القاعدة المتقدمة في المنطقة، قاعدة الاحتلال المتقدمة للقوى العالمية المستكبرة. وبالتالي كثير من الدعاة لا يجدون الحظ الأوفر فيما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالاهتمام أيضا. يعني لو أنك سمعت هذا الحدث مثلا في بلدة من دول العالم الثالث لا اهتمام لها بحقوق الإنسان ولا اهتمام لها بالقوانين والنظم، ربما لكان الأمر يعني محتملا، لأننا نشاهد هذه الحوادث كثيرا. لكن أن تكون في أكبر دولة تزعم بأنها رائدة حقوق الإنسان ورائدة الحريات وقائدة العالم، أن يموت الإنسان نتيجة الإهمال الطبي ونتيجة كذلك التجاهل لوضعه الصحي، أعتقد ذلك من أعظم الظلم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمة الإسلام. جميل. نسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ فؤاد سعيد جوجوفو. ولا شك أن الشعب الإريتري والأمة الإريترية يعني ستعود إلى بلادها وتنشر الخير إن شاء الله عن قريب. نعزي الأسرة الطيبة من هذا المكان، ونعزي حقيقة نفسنا أنفسنا، ونعزي الشعب الإريتري، ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة أمثال هؤلاء الدعاة وطلبة العلم الذين يصدعون بالحق وبه يعدلون. ونطلب من جميع المشاهدين الترحم على هذا الشيخ، وهذا أقل واجب أن نقوم به رحمه الله وتقبله. الآن نعود الشيخ حسن إلى موضوعنا فيما يتعلق بالعقول الإريترية بالخارج وفرص بناء الدولة. لدي تقرير يذكر بأن العقول الإريترية في الخارج متواجدة بكثرة في الولايات الأمريكية المتحدة، وفي أوروبا وأستراليا ودول الخليج، سواء كان في العلوم الطبيعية والإنسانية والطب وعلوم الصحة، أو الجراحة والصحة العامة والبحث الطبي السريري، وكذلك في هندسة التكنولوجيا. وتجد كثير من الإريتريين ممن يهتمون بهذا الجانب، خريجي الجامعات الأوروبية والأمريكية والهند بالذات، في هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، هندسة الاتصالات، الطاقة المتجددة. وكثير منهم يعملون في شركات تقنية عالمية ومراكز أبحاث وجامعات أمريكية الشمالية وأوروبا. وكذلك يوجد نخب إريترية فريدة في جانب الرياضيات والعلوم التطبيقية، أكاديميون إريتريون في الرياضيات البحثية والإحصاء والفيزياء التطبيقية. وكذلك يوجد نخب منهم أيضا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا يوجد كثير منهم أيضا في ما يتعلق بالجوانب القانونية كالديمقراطية والسياسيين وغيرهم الذين أيضا برزوا في هذا الجانب. كذلك هناك القانون وعلوم السياسة كما ذكرت، بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدستوري. ومنهم أيضا الاقتصاديون والتنمويون، يوجد أيضا في الساحة. التقرير يذكر أن هناك أعداد ليست بالسهلة في جانب الاقتصاد والتنمية والسياسة العامة ودراسات الهجرة والشتات، وهؤلاء مذكورون موجودون ولكن غير ظاهرون إعلاميا. الخلاصة، يبتعد كثير من الإريتريين عن الإعلام
يعمل ضمن فرق بحثية لا يعرف نفسه سياسيا. هذا تقرير مجمل عن النخب الإريترية في الخارج، وأعدادهم ليست قليلة أيضا، فهم مدرسون وأساتذة في جامعات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا الشمالية وكذلك أستراليا. تعليقكم حول هذا أولا، ثم ننتقل للمحور الثاني. التقرير أنا أعتقد أنه تقرير موضوعي وليس فيه مبالغة، وخاصة الشعب الإريتري نهضته العلمية هي نهضة خارجية وليست نهضة داخلية. يعني أنت نشأت في ظل حالة احتلال إيطالي، احتلال بريطاني، ثم احتلال أثيوبي، ثم نشأت الثورة بعد ذلك، وبالتالي حالة الثورة كانت هي حالة نهضة عسكرية ونهضة علمية في نفس الوقت. يعني ارتبطت عملية العمل المسلح في نفس الوقت أيضا ارتبطت بها حالة النهضة العلمية والبعثات الخارجية. كان الناس يذهبون إلى الخارج يتعلموا ويدرسوا، وكانت التنظيمات السياسية في ذلك الوقت أيضا تساهم بشكل كبير في البعثات الخارجية، وربما حظت المنطقة العربية النصيب الأوفر عموما في الدراسات. ولكن بعد ذلك أيضا لاحظنا هنالك ذهاب إلى الدول الغربية أيضا، أتيحت لكثير من الناس هذا الجانب. هذه نقطة مهمة جدا، وهو أن تجد بأن هذا العدد الكبير أو هذا التنوع في الاختصاصات في المساحة الخارجية. الأمر الثاني أيضا لا ننسى ونذكر بأن نصف الشعب الإريتري يعيش خارج الوطن، هذا أيضا لها حسبتها. يعني أنت 50% من الشعب الإريتري يعيش خارج الوطن، هذه إحصاء تقريبا. يعني من يتواجدون من الإحصاء الكلي، على افتراض أن الإحصاء الأخير يمكن 2014 اللي هو يقارب 7 ملايين، من يتواجدون منهم في الداخل لا يتجاوز 3 ملايين. يعني فأقل شيء عندك أنت خارج الوطن ما لا يقل عن 3.5 مليون تقريبا. وبالتالي أيضا هذه النسبة طبيعي جدا أن التواجد في الخارج إلى حد كبير يرتبط كذلك بالتعليم ويرتبط بالنهضة العلمية. وسبب في ذلك أنه خارج وطنه إذا لم يكن قد تعلم وتميز لا يستطيع العيش بسهولة. يعني هذه واحدة من القضايا معظم الشعوب التي تمر بالاحتلال تلاحظ في هذه الظاهرة. عندك مثلا الشعب الفلسطيني وهو تحت الاحتلال اليوم يكاد يكون الشعب العربي الوحيد الذي لا توجد فيه أمية، ونسبة الماجستير والدكتوراه والبروفيسورات فيه تكاد تكون رقم 1 في العالم العربي. فإذا الاحتلال أحيانا عجيب. نعم، الاحتلال يوجد التحدي ويوجد كذلك البحث عن الفرص من خلال التعليم. فكما يقولون الجاذبية شرطها التميز. يعني هذا الاحتلال لم يكن صادا عن العلم والتعليم، بالعكس هي حالة عجيب. كما يقول تويني بالاستجابة للتحدي. أنت أمامك تحدي أنه والله ليس لك بلد، ليس لك وطن، ليس بسهولة ممكن والله تستطيع، لا، فعليك أن تتعلم، لا بد أن تتميز على الآخرين في بلدانهم، وبالتالي ينظر إليك أنه هذا متميز. أعتقد مع الفارق طبعا هنالك فارق كبير بيننا وبين الشعب الفلسطيني، لكن أيضا هذه المساحة تكاد تكون موجودة. يعني فأنا أتصور بأن هذا التقرير صحيح لو ذهبنا إلى التتبع الإحصائي الدقيق ستلاحظ هنالك، وحرصنا إن والله نتتبع كل شخص في إطاره، ستلاحظ بأن هنالك مساحة من التنوع كبيرة جدا. ولكن لو ضربت لك نموذج بسيط، مثلا في فترة من الفترات نشأت الجمعية الطبية الإريترية. هذه الجمعية كانت تشمل الاختصاصات الطبية اللي هو الطب والأسنان والمختبرات والصيدلة، هذه المساحة. كان العدد وقتها، أذكر كلام هذا قبل 15 سنة تقريبا، يقارب 400 شخص يعني من مختلف التخصصات. اليوم هؤلاء بعد 15 سنة كم سيكون فيهم الاختصاصيون، ويكون فيهم كذلك الصيادلة، ويكون فيهم الخبرة في مجالاتهم المختلفة، وبالتالي كل هؤلاء رصيد في الخارج كما يقول، رصيد خارج. لا يفوتنا طبعا أن نذكر جهود السودان. أكيد. نعم. الذي كان لو تحدثنا عن جهود السودان، يعني ما الذي قدمه للشعب الإريتري في الجانب التعليم؟ السودان حقيقة لا مقارنة مطلقا بينه وبين باقي البلدان فيما قدمه للشعب الإريتري، وخصوصا في مختلف التخصصات. يعني صحيح في بلدان أتاحت فرصة للشعب الإريتري في مجالات الشريعة مثلا، المجالات الرعية، وهنا نلاحظ جمهورية مصر وجمهورية والمملكة العربية السعودية أتيحت فيها فرص الجوانب الشرعية. لكن السودان تميز، وخصوصا بعد التحرير هنالك
كانت جهة مسؤولة عن كل الطلاب الوافدين في العالم، ومنها إريتريا. كان يدخل الطلاب الإريتريون الجامعات السودانية مختلف التخصصات، ولم يحل بينهم إلا أنه والله شهادتك تسمح لك بالدخول أو لا تسمح لك بالدخول. فأعتقد أتيحت فرص هائلة جدا وكبيرة، ولم يكن كذلك أيضا الأمر يتوقف فقط عند المرحلة الجامعية، بل كانت أيضا الفرص متاحة للطلاب الإريتريين إلى الدراسات العليا. وبالتالي على كلنا السودان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم الأخيرة التي يمرون بها، ولكن كانت هنالك فرص كبيرة في السودان، وكما أتيحت لكثير من الأفارقة الفرصة للدراسة في السودان، كذلك أيضا خصوصا جامعة إفريقيا العالمية كانت من الجامعات التي تستوعب سنويا أعدادا، مع أن الفرصة كانت متاحة في كل الجامعات حسب علمي يعني. نحيي السودان والسودانيين من هذا المنبر، ونسأل الله تبارك وتعالى من أعماق قلوبنا أن يعيد عليهم أمنهم واستقرارهم ومجدهم، وأن يقضي على المتمردين المجرمين الذين سفكوا الدماء. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستمر في حوارنا فضيلة الشيخ. هؤلاء النخب الذين أنت ذكرتهم وعلقت على إمكاناتهم العلمية، ما رأيك في شعورهم الانتمائي إلى إريتريا؟ وهل إذا أتيحت الفرصة إلى إريتريا بالإمكان أن يعودوا جماعات وفردانا؟ حسب على كل هي والقضية الانتماء سواء كان اجتماعيا أو سياسيا كما يقولون تسير في اتجاهين لا تسير في اتجاه واحد، يعني لن تكون حالة انتماء من طرف واحد، فالانتماء يغذى كما أنه يمكن أن يموت، مثل الشجرة التي أنت تغذيها صباح مساء فتنبت هذه الشجرة وتؤتي أكلها وثمارها. أنا أعتقد لا تنقص الإريتري الشعور الوطني المحض، الشعور الفطري وهو شعور الانتماء، شعور الولاء لدياره، شعور الصبا ومراتع الصبا ومناطق الميلاد، شعور الأهل اللي أنت في نهاية المطاف جزءا منه وامتداد لهم. هذه كلها مشاعر طبيعية تنتاب أي إنسان، ولكن في ظل تحديات العولمة اليوم التي نمر بها والفرص التي تتاح لكثير من الناس بحسب خبراتهم وحسب كذلك كفاءاتهم، وهنالك اليوم ربما صدود أنا في تقديري من الحالة الداخلية، يعني الحالة الداخلية ليست مشجعة في أنه والله يمكن أن تكون جاذبة للناس. فأنت اليوم أمامك مثلا صدود في الداخل وأمامك فرص متاحة في البلدان الأخرى. طبيعي جدا الإنسان لن يذهب إلى مناطق منسدة وهو أمامه فرص أخرى، لكن من حيث المبدأ أنا أعتقد ما رأيناه خصوصا في السنوات الأولى بعد التحرير، السنوات الأولى بعد التحرير كان هنالك تزاحم هائل من كل الأطراف للذهاب إلى إريتريا ومحاولة تسجيل الحضور. دخلت طلاب الدراسات الشرعية ودخلوا طلاب الدراسات الأكاديمية والكل تقريبا دخل، بل أكاد أقول لك لسنوات طويلة جدا كان كثير من الناس يعمل في غير تخصصه فقط لأن يرتبط بالأرض ويرتبط بالوطن. يعني أعرف مثلا شخصيات خريجي زراعة، خريجي مجالات أكاديمية، كانوا يعملون معلمين عاديين وراضين بهذا الوضع، يعمل مدرس لغة عربية، يعمل مدرس رياضيات في قرية من القرى، ولم يكن هنالك أي إشكال في هذا الاتجاه. لكن للأسف الشديد عندما يكون البلد طاردا ولا يكون هنالك حالة احتواء ولا يكون حتى توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتوفير ما يحتاجه الإنسان، ثم تكون الحالة كلها هي حالة يعني تجيش مجتمعي للحرب باستمرار، هذه لن تخلق حالة جاذبة لأن يكون هؤلاء جزءا على كل من النسيج الداخلي. ولكن أنا أتصور إذا حصلت أي انفراجة ونوع من التحسن ولو الطفيف ليتواجد الناس للعلم، يعني ليس كل هؤلاء فقط دوافعهم سياسية، ليست كذلك، ولكن الدافع الأمني لا يمكن أن يساوم به. يعني كثير من الناس يمكن أن يتساهل في الجوانب السياسية، يعني ما كل الناس ينشغلون بالجوانب السياسية، لكن كل الناس ينشغلون بالجوانب الأمنية. يعني يقول لك هل أنا سأكون آمنا في نفسي، آمن في أسرتي، آمن في أطفالي، أم هذه مجاسفة ومغامرة. فبعض الناس يقول لك أنا أغامر بنفسي لكن لا أستطيع أن أغامر بأطفالي، لا أستطيع أن أغامر بأولادي وكذا، وخصوصا
في ظل حالة التغيير التي يجريها النظام في البنية العقلية والبنية الثقافية ومحاولات ربط التعليم نفسه بالحالة بتاعت العسكرة، ثم ربط العسكرة نفسها بالتغيير أيضا الثقافي من خلال المعسكرات. كل ذلك على كل لن يكون في تقديري مشجعا لكثير من الناس لأن يندمجوا في الحالة داخل إريتريا. طيب ما الذي يمنع النظام أن يقبل مثل هؤلاء النخب الذين لو أتيحت لهم الفرصة لرفعوا شأن الدولة؟ لماذا النظام يخاف منهم؟ هو النظام مشكلته هو العقل الشمولي كما عبرنا كثيرا. النظام عقليته عقلية شمولية، وهو أنه ينطلق من قاعدة ما أريكم إلا ما أرى. فهو عنده سيستم معين، عنده طريقة معينة لفكرة الشعب نفسه وفكرة الدولة وكيف تدار الدولة وكيف تعمل الدولة. فعنده هاجس أصلا من فكرة التعددية، يعني فكرة التعددية وتوسع دائرة التعدد، هذه بالنسبة له إشكالية. فهو دائما كان قلق من أنه والله هذه الأطياف كلها، يعني مثلا الذين جاءوا من الجامعات العربية في البدايات كثير منهم لم يتم استيعابه، والسبب في ذلك يقول لك والله أنت شهادتك شهادة عربية، طيب أخضعه لدورات من التجرينية حتى يستطيع أن يواكب مثلا. لكن كل ذلك كان يبدو لي محاولات التضييق للوصول إلى ما وصلت إليه الدولة اليوم. أنت تشهد اليوم الدولة يتم اختزالها في فريق واحد من فرقاء الدولة نفسها. الدولة اليوم الحالة الإريترية فيها تنوع ثقافي، تنوع إثني، تعدد قبائلي، تعدد قومي، تعدد ديني. لكن انظر إليها الآن، يعني هل تستطيع أن تقول بأن الدولة تعبر عن تعدديتها؟ هل تستطيع أن تقول تعدد عن مكوناتها المختلفة؟ لا تعبر. وبالتالي السياسة التي سلكها النظام في أنه هو والله لا يريد لهذا الفسيفساء المختلف أن يكون جزءا من النسيج. لكن الخطورة للأسف الشديد حالة الدكتاتورية ومحاولات التضييق لا تكتفي فقط بالمغاير البعيد، بدأت تدخل أيضا الآن داخل حتى أبناء الديانة الواحدة. يعني كثير من أبناء الأقاليم الآن، أقاليم كبسة مثلا اللي فيها مكونات المسيحية، اليوم كثير منهم أيضا ملاحق ومطارد ويعاني من نفس ما يعاني منه المسلم. يعني كثير من أبناء الكلوغوزاي وأبناء السرايا، وكثير حتى ممن لا يوافق سياسات النظام، حتى من أبناء حماسين اللي الآن تقريبا الدولة إلى حد كبير اختزلت في هذا المكون، أيضا تجدهم اليوم تقريبا ملاحقون في الخارج ومطاردون. كثير من قياداتهم تموت في الخارج ولا يتوفر لها حتى فرصة الدفن في الداخل. هذه كلها معاناة مجتمع. وبالتالي ما يتصوره الناس أو ما يتصوره النظام من أنه والله استطاع أن يحقق كسبا لفئة ما، ستجد أن نفس هذا الكسب كسب متوهم وليس كسبا حقيقيا، لأنك أنت تراكم المظالم في الناس وتوسع دائرة هذه المظالم لن تكتفي بطرف معين، بل ستذهب في كل الأطراف وكل المكونات. لكن كيف خفي على النظام أنه إذا استقطب النخب سيكون هذا يعني تقوية لحزبه وتقوية وزيادة في عمره وتطويرا لبلده؟ يعني هل كل النخب معارضة في حزب المعارضة ضد إسياس؟ أنا لا أعتقد ذلك. هناك نخب مسالمة أو مستقلة ليست معارضة لإسياس ونظامه، ونخب يهمها أن تبني إريتريا، تبنيه علما، تبنيه يعني اقتصاديا إلى آخره. فلا أدري لماذا النظام يخاف حتى من هؤلاء المستقلين. ماذا؟ يعني أنا أتعجب جدا من هذا. إلى هذه الدرجة هذا النظام في قلبه حقد وغل على الشعب الإريتري حتى لا يريد أن يفيد المستقل. مستقل ليس معارض. ماذا تقول في هذا الشخص؟ والله هذه تجعلك تقف طويلا شيخ برهان على قضية الوطنية نفسها. يعني هل هؤلاء فعلا ينتمون إلى هذا الوطن على الحقيقة؟ ما هي واحدة من المشاكل الكبيرة. أنت لست في وضع طبيعي، لست في وضع سوي في التفكير، لست في وضع حقيقي يعني لما تشعر بأن والله هؤلاء يتعاملون مع هذا الشعب بهذا النوع التدميري. ما أنت ممكن تكون دكتاتور لكنك منتج في بلدك، مطور البلد، محقق. ما هي القصة لا حتى نفك الاشتباك كما يقولون حتى بين الحرية والتنمية والنهضة. خلينا نعمل ما هنالك الآن الصين مثلا التي تعلم فيها سياسة أفريقيا، هي اليوم تقريبا تزاحم الولايات المتحدة لكنها ما تتيح نفس الحريات التي تتيحها الولايات المتحدة. طيب وين المشكلة؟
إن هؤلاء فعلا انتموا إلى هذا البلد وصاروا يعملوا بمنطقة التنمية والتطوير والنهضة والاستفادة. يعني الصيني تجده عامل ونشط وكذا، لماذا؟ لأنه هو أقلها الدولة محققة له أن والله عائد عمله يعود عليه، وبالتالي فكرة الاندفاع نحو الشغل موجودة. في نفس الوقت ما عندها مشكلة الملاحقات، يعني هي صحيح دمجت ما بين الرؤية الاشتراكية الشيوعية في إطار السياسة، بحيث الحزب الذي يحكم هو حزب واحد، ولكنها تبنت الرأسمالية مثلا في إطار الحالة الاقتصادية لتندمج مع الاقتصاد العالمي الموجود، وبالتالي هي طورت نفسها. أنا أعتقد كانت لإريتريا أيضا فرص هائلة جدا. يعني كان يوم من الأيام مثلا مطروح أمام إريتريا أن تكون سنغافورة القرن الأفريقي. وكان أبو القاسم علي رحمة الله، أبو القاسم حجب المفكر السوداني اللي كان يعتبر مستشار اقتصادي، كان يعرف نفسه هكذا مستشار اقتصادي لسياسة أفريقي، عرض عليه عدة أفكار في أنه يمكن لإريتريا أن تتحول إلى سنغافورة في هذه المنطقة. أنت ما شاء الله عندك مواني محتاج لها ملايين من البشر، عندك موارد هائلة جدا من الذهب، عندك موارد هائلة جدا من المعادن، عندك موارد هائلة جدا في السياحة، عندك نقاط موقع استراتيجي الكل يتمناه. ومع ذلك للأسف الشديد النظام يسلك أسلوب وكأنما هو في مشكلة مع شعبه. يعني بيجيك إحساس إنه والله من يقوم على رأس السلطة عنده مشكلة مع هذا الشعب. تبقى بعد كده والله يخلي الأطباء النفسيين يحللون هذه الظاهرة، ما هي هذه الظاهرة التي تجعل رأس السلطة هو في إشكال حقيقي مع الشعب. يعني سبحان الله، واحد من الشخصيات التي تتبع الصور للسياسة لا تجده مبتسما إلا خارج البلد. يعني إذا زار دول أخرى يضحك ويتبسم وكذا، إذا دخل إريتريا تحصل له حالة من الاكتئاب والاكفهران لا يكاد، لا في مقابلات ولا في غيره تجده مثلا يعطي بسمة ويعطي ضحكة، بينما إذا ذهب إلى أثيوبيا تجد مثلا يوزع. ففي إشكالية حقيقية بالنسبة يعطي الشعب العين الحمراء. نعم، هذا الإشكال، هذا الإشكال. الله المستعان. طيب شيخنا الشيخ حسن، هل تتوقع أن هذا النظام ممكن أن يصلح من حاله، فيعني يعيد النظر؟ يعني نحن في الفترات الماضية سمعنا أن النظام أطلق بعض السجناء، والآن أيضا هناك تفكير لإطلاق مجموعة آخرين. هل تعتقد هذه عودة إلى الرشد؟ وهل ممكن النظام أيضا يعود فيخفف وطأته؟ طبعا ربما يكون هذا الله أعلم من خلال الوضع الأمني والسياسي في المنطقة في القرن الأفريقي، أدى به إلى زيارة المملكة العربية السعودية، وإلى أيضا زيارة السودان ومصر في الوضع الحالي، وأنت أدرى أدرى مني من ذلك بهذا الموضوع. شاهد، هل هناك أمل أن يتحسن الوضع في إريتريا؟ والله نحن يا شيخ برهان دائما نسعى لزرع الأمل، نسعى. السيد الصادق المهدي أنت شعارك ويبقى الأمل. نعم، هذا شعاري. لكن الصادق المهدي مرة سألوه قالوا يا أخي شايفين تؤمل، قال لولا الأمل ما اشتغلت في السياسة. كلامه صحيح. يعني متى ما سدت منافذ الأمل انتهى كل شيء. يعني في الحياة نحن نبقى في نهاية المطاف نعول على أن الطغيان لن يبقى طويلا، الاستبداد دائما إلى زوال. بقيت أنظمة أشد شراسة من هذا النظام، ومع ذلك كانت مآلاتها تقريبا إلى سقوط وإلى زوال. لكن ما تسمعه على كل من تغيرات في الآونة الأخيرة، أول هي جزء من الطبخة التي يديرها الآن النظام مع الكنيسة. يعني لو تلاحظ في الآونة الأخيرة، مع أنه نحن نرحب بأي معتقل يتم تقريبا إطلاق سراحه، فهي حالة يجب أن نرحب بها ونشيد بها بغض النظر كان مسلما أو غير مسلما. المهم نحن نبارك أي شكل من أشكال الانفراج الحقوقي الذي يعني يتمتع به ولو شخص كان مظلوما في يوم من الأيام. لكن الحالة لا تنبئ عن أنها منهجية إصلاح حقوقي بقدر ما تنبئ هي صفقات سياسية تتم في الآونة الأخيرة. هنالك نوع من الانفتاح مع الكنيسة، يبدو لي أن الكنيسة تمارس أيضا أدوارها فيما يتعلق به، لكن لا نلاحظ بنفس القدر. أنت والله مثلا ما الذي يجعلنا نلاحظ بأن كل الذين تم إطلاق سراحهم مثلا من إخوان المسيحيين مثلا، ليش ما يكون والله هي حالة انفراج عام؟ انت فهي جزء من الصفقات على كل. لكن نحن دائما سبحان الله يا شيخ برهان، كلما حصل نوع من الاقتراب من الحرب فهي فرصة المسلمين. دي الحتة الوحيدة اللي نحن نلقى فيها
تقريبا متنفس، ويظل النظام يحس بأنه لا حرب بدوننا. طبعا هذا النفس هو بالرغم من انتهازيته، لكنه يعبر بشكل أو آخر أن هذا البلد أيضا دوننا لا يمكن أن يبقى. يا سلام. هذه معادلة، يعني دون المكون المسلم لا تستطيع أن تستمر لا في بلد ولا في دولة مستقلة ولا يحزن. فهذه أول نقطة أمل في تقديري، ستبقى إن شاء الله يعني نقطة أمل حاضرة في المشهد. ومهما حاول الطغيان والاستبداد، يعني ما كان في شيخ براد أشد استبدادا من أثيوبيا على المسلمين. أين هم اليوم؟ صحيح. اليوم تغيرت المعادلات، صح. وتغيرت الأحوال، وصار الناس يشعرون بأنه والله هذا المكون المسلم من المواطنين الأصلاء في هذا. ماذا تفعل بهم؟ ترميهم في البحر؟ أم والله تكون عقلاني وتحاول خلنا يعني نذهب إلى العلمانية التي يتكلمون عنها، فلتكن الدولة بسلطتها الإدارية وسلطتها التنفيذية محايدة تجاه مواطنيها مثلا. هي اللي الآن يعني اليوم ما حاصلة حالة أسلم في إثيوبيا بقدر ما حاصل حالة حياد من الدولة تجاه مواطنيها، بحيث والله أبناء كل إقليم يحكمون إقليمهم، بحيث والله الفرص الدينية متاحة للكل. هذا المطلوب. لكن أن تنظر إلى الناس بأنهم والله هم فقط وقود معركة تحتاجهم عندما يكون هنالك حرب، وتستغني عنهم وتعود إلى مواقعك سالما مجرد أن تنتهي الحرب، هذه مهما حاولت أن تظن بأن والله أنت قادر على تجييش الناس نحو الحروب، في لحظة من اللحظات، في لحظة ستأتي عند هؤلاء الذين يجيشون بأن والله يا أخي إلى متى؟ نعم. فرويني جرزجيهر قنصل القنصل الإريتري في مدينة الرياض، كانت لها كلمة قبل أسبوع تقريبا تقول أن الشعب الإريتري في إريتريا يعيش بعيدا عن فوبيا الإسلامية، وكذلك يتعايش النصارى مع المسلمين بأمن وسلام، وهناك أيضا يعني تمكين وفرص للمسلمين بوجود 2 من الوزراء المسلمين في الدولة. بينما قالت في كلمتها في عيد الوطني الإريتري في كلمة طويلة مختصرها قالت: القافلة تسير والكلاب تنبح. هكذا عبرت: القافلة تسير والكلاب تنبح. ولا شك أنها تقصد بالكلاب المعارضة الإريترية. ما هو تعليقكم على أنها تقول أن الشعب الإريتري بالفعل يعيش بأمن وأمان وسلام وتعايش وحاصل على حقوقه كاملة في إريتريا، وهناك ليس هناك فوبيا إسلام أو كما تقول بهذا الجانب؟ ما هو تعليق؟ شيخنا دائما المواقف من الأديان بشكل عام من يؤججها هي السلطات السياسية، لأنها تعمل على محاولة توظيف سياسي لحالة دينية معينة. هذه المسألة نحن في الشعب الإريتري أدركناها من الإيطاليين. الإيطاليين مثلا كانوا يشعرون بأن التحدي الحقيقي الذي يواجههم هو من الدولة الأثيوبية المجاورة، لأنهم دخلوا معها في حرب، وامتداد هذه الدولة من المكونات المسيحية، فحاولوا يحتووا المسلمين. يعني في الفترة الإيطالية كان المكون المسلم معتبراه الدولة الإيطالية هو الذي يفترض توظيف هذا المكون في مواجهة الآن. جاءت بريطانيا بعد ذلك، تغيرت المعادلات وبدأ التوظيف في الاتجاه الآخر. جاءت الدولة الأثيوبية أيضا، الآن أيضا هنالك محاولات توظيف سياسي. أنا أقول لو أن الشعب الذي ترك لحاله وتركت الحالة الاجتماعية والحالة الدينية والحالة الثقافية، لأن المنطق الذي يخضع له عملية الاختيارات الثقافية والدينية في القرآن الكريم يسمى منطق الجعل وليس منطق الخلق. يعني الله تبارك وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى، ولكن جعلنا شعوبا وقبائل. فالخلق هي حالة الأصل، والجعل هي حالة التطور والصيرورة. يا سلام. أي. فسبحان الله القرآن يقول لك حالة الجعل ابتعد فيها عن الإكراه، اترك الناس يتفاعلون اجتماعيا، يتفاعلون اقتصاديا، لتعارفوا. جميل. فأنا الآن مثلا في إطار سياق طبيعي تفاعلي، ما عندي أي مشكلة من أن تجرينيا تسود في إريتريا، لاحظت؟ أو تسود الساهو في إريتريا، أو يسود اللغة العربية في إريتريا، لكن ضمن سياق إيه؟ سياق مجتمعي طبيعي بعيدا عن منطقة التدخل ومنطقة الإكراه ومنطقة الفرض. هذا قانون الجعل.
يعني ما في الأمة المسلمة شيخ برهان ما في تاريخها ما دخلت في صراعات لغة ولا صراعات هوية إثنية أو قومية، ما كانت تدخل في هذه الصراعات. تاريخنا ما يعرف هذا الموضوع. وبالتالي ستلاحظ بأن في إريتريا إذا كانت هنالك على الأقل سلطة محايدة عادلة مع مجتمعها، عادلة مع في إعطاء الفرص، عادلة في إعطاء الحقوق، في إعطاء الواجبات، لا تحاول أن تتحيز بأي شكل من الأشكال، فأنا أتصور أن المجتمع الإريتري قادر على أن تنزع منه كل فتاة إلى الفوبيا هذه. لكن اليوم أنا أكاد أقول بأننا أمام سلطة تعيش حالة فوبيا، مش الشعب، السلطة تعيش حالة فوبيا. وإلا ما الذي يجعل فوبيا من الشعب؟ لا. فوبيا من الشعب، وفوبيا خصوصا من المسلمين. عندها إشكالية حقيقية، يعني أن تنفي إنه ما في فوبيا من خطأ، بالعكس في فوبيا حقيقية. أيضا نلاحظ بأن بعض المنصات الخارجية التي ندرك بأن المخابرات النظام تعمل على تغذيتها وإمدادها تعمل على تأجيج هذه الفوبيا. يعني كثير من المجموعات الأغازيان مثلا، هذه الظاهرة الأغازيانية التي تحاول أن تعتبر الإريتريين عبارة عن ظاهرة غريبة يجب أن تخرج من أين نشأت هذه الحالة؟ ليس نشأة طبيعية، هي نشأة مخابراتية يعمل النظام على تغذية هذا الاتجاه. وبالتالي فكرة التغذية المستمرة والتخويف ضد الإسلام ما الذي سينتج عنه؟ سينتج عنه حالة اصطفاف إسلامي أيضا شئنا ما بينا. وبالتالي كأنما النظام يهيئ مستقبلا إلى أنه والله هو يظن نفسه أنه سيحتمي بالمسيحيين، ولكن لا، بالعكس، أنت ستجعل الطرف الآخر الذي أنت تحشده الآن في كل معركة. يعني هل النظام يسعى لتأجيج الفتنة بين المسلمين والنصارى؟ ليبقى بلا شك، ليبقى هو يؤجج هذه الحالة وساعي في هذه. ثم لا تستحي سبحان الله أنت تتكلم عن وزيرين، يعني ده نصيبنا الآن من السلطة والثروة، من 14 وزير، من 14 وزير. طيب افترض نحن والله في هذه الدولة يا أخي عددنا 25%، يا أخي أدينا على الأقل بما يستحق هذا النصيب. دعك من أن أنت بتقول والله المسلمين والمسيحيين 50%، مش كده؟ راضين بال50%، أعطي الناس حقها في هذا الاتجاه. فهي في إشكالية كبيرة، ليست القضية فقط هي الآن تكلمت في الوزراء. طيب إيش نصيبنا في القيادات العليا في الجيش وأنت تتكلم عن 50%؟ إيش نصيبنا في الخدمة المدنية من قيادات؟ أنت تعرف التقرير الذي نشره قبل ذلك موقع عواتا.com اللي هو موقع إبراهيم المختار، هذا الموقع نشر النسبة الحقيقية لخدمة الدولة في وزاراتها 95% من النصارى. هل هذا هو الوضع الطبيعي للدولة؟ ثم تتكلم عن انه ما في فوبيا. قمة الفوبيا في تقديري يعيشها النظام في هذه المرحلة، ويعمل على تغذيتها ويعمل على الحفاظ عليها ويعمل على الاختلال للأسف الشديد. وهو طبعا يتصور بأنه حسب ما قراءتنا له بأنه هو سياسة فورقي يسير على خطأ هيلة سلاس. هو معجب جدا بهيلة سلاس وأسرته أيضا لها امتداداتها عموما في هذا الاتجاه، فيخشى جدا من فكرة أن تكون هنالك حالة حضور للمسلمين. لكن بعد هيلة سلاس ما الذي جرى في إثيوبيا؟ لن تستطيع أن تغير قدر الديموغرافيا كما يقول. الجغرافيا والديموغرافيا ما ممكن أنت تتلاعب بها. في النهاية هنالك مناطق للمسلمين متواجدين فيها، يتوالدون فيها، يتكاثرون فيها، موجودين في هذا الاتجاه. حتى الذين خرجوا اليوم يشكلون كتل كبيرة جدا في المناطق المجاورة لك. وبالتالي ليس أمام النظام إلا حالة التصالح المجتمعي وحالة التصالح مع الذات كما يقولون قبل أن يعمل على مصالحات خارجية. يعني فراويني هذه كيف أغفلت عن سجناء المسلمين من الدعاة والعلماء، وبأعداد كبيرة جدا في داخل سجون النظام. كيف أغفلت عن آخر معتقل وهو الشيخ آدم شعبان، وإلى الآن الدولة لم تذكر سبب اعتقاله ولا تريد أن تفرج عنه. ثم أيضا هي لم تذكر فيما يتعلق بسجن والي جندع الذي ذهب يسأل عن هذا الموضوع. دولة تسجن الولاة وتسجن الأمراء ثم تقول أننا نعيش في تعايش سلمي. من سيصدق فراويني جرزجهير فيما تقول؟ هي شغالة بسياسة أكذب حتى يصدقك الناس، يعني وهي لا تدرك، هي دعك أن يصدقها من يستمع إليها، هي نفسها مدرك أن ما تقوله لا تصدقه، هي تدرك هذا. هل العقول التي كانت تستمع إليها ستصدق هذا الكلام أيضا؟ طبيعة الحال لن تصدق. يعني في تقديري شيخ برهان اليوم خصوصا المكون المسلم تجاوز مرحلة الخداع، يعني إنك تبيع عليه الوهم هذا تجاوزها. اليوم يا شيخ برهان شخصيات وطنية وازنة كانت تعتبر رموز للنظام
اليوم هي تدرك بأنها والله تم التلاعب بها. اليوم تعتبر أن هذه الدولة يقولون والله صنم صنعناه ولم نستطع أن نحطمه. هذه مقولاتهم اليوم. فهي حالة اختطاف للدولة، حالة اختطاف للمجهود الوطني، حالة اختطاف لتجربة الشعب كامل. هي اليوم للأسف الشديد نمر به، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى الأمور مهما طال هذا الظلم نحن إن شاء الله إلى خير، وستتغير معادلات المنطقة قريبا إن شاء الله. كلمة أخيرة في 30 ثانية ترسلها للنخب الإريترية المتعلمة في خارج إريتريا، ماذا تقول لهم؟ وهل من تطمين لعودتهم إلى داخل إريتريا؟ موضوع العودة شيخ برهان هي لها علاقة على كل بالتغير السياسي. يعني الكل أنا حسب قناعتي عنده الفرصة أن يعود، وعنده الفرصة أنه يقدم. النية يعني النية موجودة، وخصوصا الجيل الذي خلينا نقول الأجيال القديمة اللي عاصرت فترة الثورة، كثير منهم أنا حسب مقابلاتي ولقاءاتي كثير منهم يتمنى أن آخر عمره يكون في إريتريا. أنا الآن لو سألتني والله أين تتمنى، أقول لك أن أكون في بلادي. ما أي إنسان تجاوز 60 مثلا، مع أنه أنا لسه يعني لازلت لكن الذين تجاوزوا هذا السن يتمنون أن يكونوا جزءا من بلادهم. لأن أنت في هذه المراحل العمرية شيخ برهان أنت تحتاج إلى الشأن الاجتماعي، تحتاج إلى الذكريات الجميلة، تحتاج إلى المشاركات في الأعراس، تحتاج إلى أن يمر عليك القريب. هذه الحالة، فكثير منه يتمنى هذا. بل اليوم أنا حسب قناعتي بأن الشباب نفسه الذين هم اليوم تقريبا أتيحت لهم كثير من الفرص في الذين يعيشون في أوروبا، وهنالك نسبة كبيرة جدا في أوروبا، اليوم يشعرون بأن والله أوروبا ليست تلك الجنة التي كانوا يحلمون بها. ليست تلك الجنة. يقول لك والله يا أخي أوروبا لن تحييك ولن تميتك، يعني أنت أو لن تميتك ولن تسمح لك بالحياة يعني في نهاية المطاف أنت تعرف الأوضاع وتعرف الظروف وبالتالي أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن النخبة يعني تفكر بمنطق حقيقي في أنه والله لا بد من استعادة الوطن. استعادة الوطن تتطلب الوحدة، استعادة الوطن تتطلب تجرد تماما عن الحظوظ الخاصة، التجرد للوطن تتجاوز كذلك النزاعات البينية التي يمكن أن تقع هنا وهناك. وهنا عندما أتكلم عن هذا الجانب لا أتكلم فقط عن المكون المسلم، يجب أن يدرك المكون الآخر المسيحي أيضا بأن والله ليس من مجال في إريتريا لبناء وطن حقيقي إلا إذا كانت تعدلت أو عدلت ميزان المعادلة الوطنية حتى تكون فعلا من غير اختلال. هذا الذي يجعل الناس تستمر ويجعل الناس على الأقل تفتح لهم إن شاء الله نوافذ. شكرا فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذا الطرح الجميل. مشاهدينا الكرام انتهينا من حلقتنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم، ويسرنا أن نختم في التعزية لوفاة حبيبنا الشيخ فؤاد سعيد جوجوفو، نعزيه ونعزي أسرته، أبنائه ووالدته أم فؤاد، ونعزي الشعب الإريتري. وقد قامت رابطة علماء إريتريا كذلك بالتعزية كما تظهر أمامكم في الشاشة. وتقبل الله من رابطة علماء إريتريا هذا الدعاء وهذا يعني التلاحم، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. هذه لفتة في بيان أهمية التعزية لمن يمت من القادة والعلماء. اجتهدوا حتى تعودوا إلى بلادكم فتعمروا هذه البلاد، ولا تنسوا إريتريا من دعاكم الصالح، فإن الذي الحقيقة بيده التغيير هو الله سبحانه وتعالى. فلا ننسى الله عز وجل في خضم الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا نظن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وخير مثال سوريا التي حكمت ظلما وعدوانا لأكثر من 60 سنة، ثم خرج ماهر الأسد كالفأر من سوريا إلى روسيا لاجئا، فسبحان مغير الأحوال. الأمل باقي. السلام عليكم. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة
جارة البحر ويا منارة الجنوب.